فهذه الدولة المباركة الدولة السعودية تجمعت فيها فضائل عظيمة مكنها الله سبحانه وتعالى بها وأمنها وفتح لها أبواب الرزق. الأولى أنها قامت على هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته ونبذ الشرك وأسبابه، وتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الميزة الثانية أنها تحكم الشريعة في محاكمها والقضاء بين الناس، وتلك ميزة اختصت بها في هذا الزمان. الميزة الثالثة أنها ولله الحمد تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وتمكين الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء عباداتهم بأمن واستقرار ورخاء، والحمد لله، يأتون بأمان ويؤدون مناسكهم بأمان ويرجعون إلى بلادهم بأمان. هذه مزايا عظيمة جمعها الله لهذه الدولة المباركة بسبب أنها قامت على العقيدة الصحيحة، وأنها تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وأنها تخدم الحرمين الشريفين. نسأل الله جل وعلا أن يتم عليها نعمته. فهذه مزايا عظيمة اجتمعت لهذه الدولة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها آمين، وأن يديم عزها آمين، وأن يمدها بنصره وتوفيقه آمين. إنه قريب مجيب.